هالإدعشري كان بيعرف طعم التمور، وقت طلب يعملوا له منزلة، بس ما سألتوا حالكم ليش أكلها بالخبزة مو مع الرز؟ تعالوا أعملكم منزلة اليوم على طريقة الإدعشري. هدول كيلو باذنجان رح نقشرهم بهي الطريقة، ورح أقطعهم هيك لمكعبات صغيرة. وبعدين رح ملحهم للباذنجانات لينزلوا ميتهم، وبعدين بنشفهم وبنقليهم. ورح ضيف لها المنزلة فليفلة وبندورة. الفليفلة رح أقطعها هيك قطع صغيرة ونقليهم، وبنضيفهم المنزلة بيعطوا طعمة كتير طيبة. ورح نعملها للحمة. أول شي بتحطي سمنة و3 حبات بصل مفرومين فرم ناعم، وبعدين بتنزلي عليهم اللحمة مباشرة قبل ما يدبلوا، يعني خلي اللحمة والبصل يدبلوا مع بعض. ومبهرة بنحط لها بهار، وبنحط لها كمان فلفل أسود، وبنقليها هيك. أكيد الإدعشري كان جربان، ما راح يحط لها نص كيلو لحمة للمنزلة، بس أنا حأعملكم إياها على أصولها. وبزيت حامي رح نقلي هلا الباذنجانات، وبعدين بنصفيهم من الزيت، بنحط تحتهم محرمة لحتى نتخلص من الزيت. وهي الدفعة الثانية. وبنفس الزيت رح نقلي كمان الفليفلة. وأنا تخلصت من الزيتات من المقلاية مشان أقلي البندورة. لحط هلا البندورة وقليها هيك بدون زيت. يعني شوحت تشويح حتى هيك تعطيني طعمة اللدعة. رح طبقها لصينية المنزلة لأن بدي أدخلها على الفرن. بنحط هيك الخضار كلها فوق بعضها، ورح أنزل عليها هلا هيك باللحمة. رح أفرشها هيك على كل الصينية. ورح أضيف لها لتر من صلصة البندورة. هاي الصلصة بتيجي فريش وطعمتها كتير طيبة، أطيب من البندورة، لأن بتعرفوا هلا الدنيا شتوية والبندورة مو كتير طيبة. بتخلطيها هيك كل المكونات مع بعض، وبعدين أول شي رح أطبخها على الغاز، وبعدين بدخلها على الفرن على الشواية لحتى تاخد لها لون. شايفين ما أجملها؟ رح أحطها هلا هيك على الغاز أول شي. وطبعا حاولوا تكون نار متوسطة مو نار قوية، تتركوها تقريبا شغلة ربع ساعة مو أكتر، يعني شي إنها تتعقد البندورة. ريحتها بتجنن. هاي أنا صايمة، والأفضل إنكم تغطوها. وأنا دخلتها هيك على الفرن تقريبا حوالي شي 3 ساعة على الشواية حتى هيك أخذت لون. شايفين ما ألزة؟ عن جد بتشهي القلب. حلاوتها للمنزلة بهي الطريقة إنه ما فيها مرقة، يعني بتاكلوها غموس كتير طيبة. المرقة معقدة والخضار مقلية، ولحمة الخروف عن جد عم تعطي نكهة رهيبة، خاصة مع الفليفلة. ومثل ما حكينا لازم تكون اللحمة، لحمة الخروف، مدهنة لحتى تعطيكم هي النكهة الطيبة. رح ادقلكن هلا لقمة عن جد ولا في أطيب من هيك طعمة كتير روعة. وهلا مباشرة قوموا ساووها، عن جد ما بتاخد معكم وقت كتير، كتير بسيطة وكتير سهلة. وإذا لهلا ما اشتركتوا بالقناة اشتركوا وفعلوا الجرس لحتى يصلكن كل جديد. كتبولي تعليق حلو مثلكن ولايك، وبحبكن كتير.